ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نعلمكم طريقة سهلة لفك الحجب أو الحظر، يعني الإيميل المحجوب عندك. هسه نبدأ. أول خطوة ستنتنجز، نعطيه هنا. تابعوا معي. أنا طبعا ما ولا يعني ما محظور أو محجوب. هذا نرجع هنا، أو أكيد ما يطلع عندك هذا الشيء. يطلع عندك، خلنا نوخره. تابع معي. يطلع عندك كذا هيك. نحطه هنا نوني على النص 100 كيب. ندوس كليس. عفوا. هنا شو نسوي؟ هنا نعيد الصفحة. عمود يتفعل شو اسمه، يتفعل الايميل. هنا يعني ما يطلع قبل عندك اذا المحجوب، يعني الايميل ما يطلع عندك هنا قبل، يطلع شاشة سوداء. مو مثل انا مو محجوب. اذا طلع الشاشة سوداء ما يطلع التحميل هذا. شو نسوي؟ هم ندوس عليه ستنتنج، ندوس عليه كذا. تابع. وندوس عليه كنسل. تمام. وتعطيه همين إعادة الصفحة. تابع شوية معي. نعطيه إعادة الصفحة. الآن نسجل الإيميل والباسورد، أكيد مال جيمزر. تابع. ندخل الباسورد. تسجيل دخول. طبعا انا اسف لان شوي النت شوي بطيء عندي. الان فتح الايميل. لو كان هسه محظور يعني تشوفوا نطبع على غرفة مثلا، اي غرفة يعني اللي نريدها احنا. طبعا اي غرفة تدخل بها العامة. الان نشوف. انا يعني قلت لكم اني ما محظور يعني، بس شلون كتجربة يعني على مود تتعلمون من عندها. الان نكتب الدردشة. اكتب يعني براحتك، ينفك الحجب عندك. واسهل طريقة هاي يعني اللي عندي انطيتكم اياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى يعني مشاهدة ممتعة إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.